اهلا بيكم في صعبة النوايا. طيب هحكي لكم بقى انا اصلا سافرت ازاي بعد ما قررت ان انا خلاص همشي في الطريق. لما اتخرجت قعدت سنة بحاول في مجال كان صعب جدا. ما كنتش حاسباها قوي. آم، كنت خايفة ان انا يعني امشي في حوار سفر وبعدين ما يمشيش، واكون ضيعت مثلا سنة او ضيعت وقت كتير قوي، وبقى ما عنديش اي خبرة في الشغل او ما اشتغلتش اي حاجة، فبقى كده بقيت متأخرة عن الناس، فيبقى صعب ان انا اشتغل عشان هما هيبقوا عايزين الفريش جراديويت. ف قعدت احاول كده في مجال اصلا كان صعب، مش عارفة، كنت بحاول اعمل حاجات غريبة. المهم يعني بعد سنة جه خلاص، يعني فكرة اللي هو لا خلاص انا حاولت كتير اهو في الشغل وكده كده بقيت متأخرة وما اشتغلتش في حاجة. يعني خدت تدريب كده بس ما كانش حاجة valuable قوي يعني. بس فخدت القرار وابتديت في 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 ان انا اول حاجة عملتها ان انا شفت جامعة requirements بتاعتها مش كتير، بسيطة خالص، عشان انا كنتش عايزة اضيع وقت اكتر يعني، وما كنتش عايزة امر بفكرة ان هو اترفض من حاجة تاني او كده. فدورت على حاجة يعتبر سهلة انها تقبلني، وجبت القبول من الجامعة بعد ما حولت الشهادة بتاعتي للإنجليش، ووثقت الشهادة من الجامعة ووثقتها من خارجية، وشوية لف كده على الحاجات لحد ما جهزت ورقي وجبت شهادة ان انا دارسة بالإنجليش، عشان ما عملتش امتحان لغة كمان. حضرت له، كنت بحضر ليه بس ما عملتوش، لأن الجامعة كانت بتقبل شهادة اللغة دي. شهادة اللغة يعني ان انا دارسة بالانجلش، فجبتها. فكده حضرت شهادة التخرج، خليتها بالانجلش، وجبت اللغة، الشهادة ان انا دارسة باللغة انجليزية. وتالت حاجة بقى ابتديت ان هو ببعت الورق بتاعي لموقع او حاجة. الموقع ده ببعت له ورقي بايميل الجامعة اصلا، واعتقد البروسيس دي كل الناس بتعملها يعني ضروري. فالموقع ده بيرجع لي الشهاده بتاعتي او كده بالترانسكريبت بتاعي ويرجع لي جي بي اي، عشان انا النظام بتاعي ما كانش اصلا بجي بي اي. ولحسن الحظ مش عارفه جابوا لي جي بي اي العالي ده منين، مش عارفه عليه ولا لا، بس يعني 3.27 3.27. فكان بالنسبه لي اللي هو ايه ده، انا جايبه جيد يعني، كنت هقرب على الجيد جدا، بس يعني فات مني على 1/10%. المهم يعني فكان جي بي اي حلو بالنسبه لي. بيرجعوا لي الجي بي اي ويقولوا لي ان يعني يرجعوا لي حاجه تقول ان الشهاده بتاعتي معتمده. يعني اي جامعه انت هتقدم عليها انت محتاج، هل شهادتك دي معتمده ولا شهادتك مش معتمده. فهم قالوا لي ان شهادتي معتمده، وابتديت اقدم. الورق كله كان مظبوط، الجامعه بعتت لي الاكسبتانس ليتر. خدت الاكسبتانس ليتر، وبعدين ابتديت احجز انترفيو في السفارة، دفعت الفلوس وخلصت كل حاجة. بعدين يعني اتحدد الانترفيو. مفروض دلوقتي ان انا اجهز نفسي ان انا اجاوب في الانترفيو. عرفت ان انا مهم او في سؤال مهم بيسألوه في الانترفيوهات، وهو سافرت قبل كده ولا لا، ودوت يعني مهم بيتحدد عليه يعني احيانا القبول او كده. فانا قبل ما اروح اعمل انترفيو سافرت بسرعه ارمينيا، عملت كل حاجه بسرعه. سافرت ارمينيا 3 ايام. فيزا ارمينيا كانت سهله. ما كانش عندي وقت قوي ان انا اقعد احجز وكده، فخليت شركه تحجز لي. يعني هما مش ما رحتش رحله تبعهم يعني، بس هما بس حجزوا لي وما خدوش فلوس كتير يعني، هم عشان مجرد يعني جابوا لي الفيزا وخلصوا لي حجزوا لي الطياره ومش عارفه ايه. ورحت من شرم الشيخ
يعني رحت 3 ايام، وبعدين رجعت بعدها ابتديت بقى ان انا احضر الاسئله. يعني كتبت كده وورد مثلا، او كتبت وورد وفي كل الاسئله، جمعت كل الاسئله عن الانترنت، عن يعني بتتسأل في السفاره، عن البروجرام، فهمت البروجرامز بتاعي كله، هل قدمت في جامعات تانية ولا لأ. فلما شفت السؤال ده ودخلت بصيت على جامعات تانية كتير وقدمت في حاجات منها، ويعتبر جالي acceptance من واحدة، فطبعت الليتر بتاعها وكده. سؤال عن مين اللي هيعملك سبونسرشيب او هتدفعي فلوس ازاي. فبقيت محضرة البنك ستيتمنت بتاعت اخويا، ومحضرة كل الاوراق يعني، وعارفة اتكلم عن وضع اخويا وكده، عشان المفروض اخويا المسافر هو اللي عامل لي سبونسرشيب. اعتقد ان هي بوينت السبونسرشيب هي بتبقى اصعب حاجة يعني، بالنسبة لو حد يعني ما معهوش فلوس او ما بيشتغلش يعني لان انا كنت رايحة على برنامج يعني بدفع له فلوس كتير، يعني مش منحة او كده. انا مش عارفة ايه حوار المنح بيمشي ازاي، بس انا ما عملتش كده، انا قدمت عادي على جامعة بفلوس وكل حاجة، ومشيت الخطوات يعني. بس فكنت محضرة لكمية اسئلة بقى، وابتديت اعمل ريهيرس بقى، ان انا مش عارفة الكلمة اسمها كده ولا لا، ان انا يعني اتدرب. فالمهم صحابي يعني ليا صحاب كتير ابتدوا ان هما يساعدوني، ان هو يعني عشان اكون متعودة على الاسئلة، اعمل تدريب عليها. واللي ساعدني جدا جدا موقع مش فاكرة اسمه ايه، بس هو AI يعني بقول له السؤال، بنتكلم يعني مش بالكتابة زي الشات جي بي تي، مش عارفة في الشات جي بي تي حاجة بصوت ولا لا، بس هو انا بكلمه وهو بيجاوب عليا بصوت برضو، وبيكتب لي كمان، يعني بيكتب لي الكلام اللي انا قلته وبيكتب لي كلام جديد. فكان بيساعدني، اللي هو كنت اقول له انا عايزة اسئلة عن انترفيو السفارة، فكان بيقول لي اسئلة كتير جدا، يعتبر كان جايب لي معظم الاسئلة. كنت اقول له طب يلا نعمل التدريب مع بعض على البروفا، يعني على الانترفيو، كان يعمل معايا، وكان يقعد يعدل لي لو في اي فكرة قلتها مش مظبوطة او كده، كان يعدلها لي ويقول لي لو قلتي كده احسن، مش عارفة ايه. وكان اكنه حد يعني معايا طول الوقت، وهو كان ب$7 في الشهر. بس كان مفيد جدا جدا جدا، فهو يعتبر اكتر حاجة ساعدتني يعني. وصحابي طبعا ساعدوني، كذا حد عمل معايا بروفا يعني، واخويا طبعا. بس رحت الانترفيو، كنت تعبت الصبح يعني. كنت متوترة شوية، بس فكر في اليوم اللي قبلها ما بصيتش في اي ورق ولا رجعت ولا اي حاجة، هديت خالص، وما فيش اي حاجة. اللي ساعدني برضو في الانترفيو اعتقد ان انا قعدت جنب حد رايح يجدد الفيزا بتاعته او كده سياحة، ومش في دماغه، هو شخص يعني في الجامعة الأمريكية ورايق، مع احترامي كل في الجامعة الأمريكية، بس احنا غلابة. جامعة الزقازيق. فرايق جدا يعني وكده، فمن الموضوع فابتدى اللي هو عشان نتأخر شوية، كان في ناس كتير، فأنا زهقت بقى يعني مش عارفة ايه، فحسيت ان الموضوع عادي يعني عادي، فدخلت وانا عادي، كنت بجاوب وانا مبتسمة وكل حاجة وهادية وكده، بس كان عادي. ف حتى الشخص اللي يسألني حاجة وانا ما سمعتهاش، عندها 4 مرات، كل شوية اقول له ايه 4 مرات. لحد في الاخر الحمد لله لقطتها. وده حاجة مهمة جدا، ما ينفعش انت ما تسمعش حاجة وتقول اي كلام، يعني تسمع السؤال غلط وتقول اي كلام، لا، اسمع السؤال مظبوط. وهما مش اللغة بتاعتهم مش صعبة، يعني بيتكلموا بسيط يعني، بس ده انا ما فهمتوش، فسألته كذا مرة، وعادي كان شخص هادي جدا، وقال لي سؤال كذا مرة تاني لحد ما انا سمعته، ورحت مجاوب عليه بالراحة، وقال لي ان انا accepted approved your visa is approved. صدق انا كنتش مصدقة، مسكت البتاع كده كل شوية ببص عليها بجد،
بجد بجد، عشان انا كنت لسه قاعده يعني تحت التوته وتحت الجوفيه في الغيط في الشرقيه، فجاه اروح امريكا يعني. الحمد لله. شكرا ليكم، سلام.